5 حاجات هتساعدك تبقى فاشل في الانجليزي. عم الدنيا هودي الناس دي واجيلك. اوعى بقى تركز وتخش تقعد في اوضه وتظبط النور وتظبط الكلام ده كله عشان تبدا تذاكر وتبقى ناجح في حياتك. مش عايزين نلغي كلمه ناجح دي من حياتنا خالص. انا عندي استعداد للانحراف بس مش لاقي اللي يوجهني. تقعد جنب التلفزيون، ما تنساش كمان الاعلانات اللي دمها خفيف والاغاني الحلوه. ولا اقول لك على حاجه، انت خش العب بلاي ستيشن، العب بقى ماتش بلاي ستيشن كده وهات جون في الدقيقه 92 زي ميسي كده بقى احنا هنضمن لك الطريق الصحيح للفشل عشان تبقى فاشل بدرجه جيد جدا. اول حاجه بقى لازم تتبع الخطوات دي معايا، انك لما تيجي تتفرج على فيلم اوعى تركز مع صوت البطل او البطله. ده اهم حاجه، تركز في الترجمه العربي. عايزك تدوس في الترجمه العربي، هو ده اهم حاجه لازم تعملها. تاني حاجه بقى انك لو سمعت كلمه نطقها مظبوط، واكيد كله نطقه مظبوط، ايه الكلام ده؟ لو كلمه نطقها مظبوط ما تحاولش تردد ورا البطل، ما تحاولش تتعرف اصلا النطق الصحيح مظبوط ازاي، لا انا عايزك تركز في المصري الاصيل اللي جواك. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. بالنسبه للجرامر بقى، طب لو انا سمعت بقى قاعده جرامر كده حلوه وعايز اعرف هو ليه قالها، لا مفيش حاجه اسمها ليه، انت ما تتعلمش، لازم تبقى فاشل. خلاص احنا حاطين دلوقتي مبدا قدامنا ان احنا نبقى فاشله، هو ده اهم حاجه. نركز بقى على العربيه، البطل هو بينط من فوق السور. عالكسفه اللي انت فيها يا حازم. انا عايزك تركز معايا كده عشان تبقى فاشل كويس. لو عرفت بقى شويه كلمات جديده، لا مفيش كلمات جديده، مفيش ترجمه، مفيش قواميس والكلام ده. اهم حاجه عندنا دلوقتي ان احنا محتفظين بجود وباد، هابي وساد. Thank you very much. Thank you very much. Again. هم دول اهم حاجه عندنا. دلوقتي بقى الحاجه الثانيه، ننفع بقى ان احنا نخش كده نعمل جدول للمذاكره، نخش ننزل الجدول ونشتغل؟ اوعى، الكلام ده غلط، ما ينفعش ان انت تستخدمه ابدا. اهم حاجه ان انت تبقى ماشي ومركز على الفشل، ولا مركز في اي حاجه تاني، ولا مركز ان انت تظبط ولا نعلى بمستوانا ولا الكلام ده كله. اهم حاجه نحافظ على المصري الاصيل اللي جوانا. اعرف بقى ان انا افكر في طريقه احسن المذاكره، يقول لك اعرف طريقه بالافلام، ذاكر من الكتب، خش على يوتيوب واتفرج على مثلا اي حد بيشرح انجلش. لا مفيش الكلام ده، خلاص احنا ما لناش دعوه بالحوارات دي الناس النوتي هم اللي بيعملوا الكلام ده، احنا ما لناش دعوه بالحوارات دي. وبكده هم دول الخطوات اللي انت لازم تتبعها عشان تبقى فاشل بالانجليزي وبالعربي وبكل حاجه. بس انا كده بقى اطمنت عليك ابو صلاح وسلمتك العلم اللي تقدر تنتفع بيه في الحياه، واحنا بنقول لك دي دعوه للتفاؤل.